ده سامسونج اي 24، واحد من اهم واقوى الموبايلات اللي نزلت في الفتره الاخيره من سامسونج بسعر $200 تقريبا. وعندنا هنا في السوق المصري بيبدا سعره من 7000 جنيه وصولا لحد 7800 جنيه تقريبا على حسب النسخه اللي هتشتريها. الموبايل ده بصراحه يعتبر من اهم واقوى الموبايلات في الفئه المتوسطه من سامسونج، لانه بيقدم باكج من وجهه نظري يعتبر حاجه محترمه جدا. وان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه خاصه بالتفصيل عنه في المراجعه بتاعه النهارده، وكمان هنحطه في الاعتبار المنافس المباشر ليه اللي هو الريلمي سي 55 اللي بالمناسبه يعتبر موبايل مميز جدا ونازل في نفس فئه السعريه. كنت عملت عنه مراجعه تقدروا تشوفوها من الاي اللي هتظهر هنا او هنا، وبالمناسبه هو موبايل ممتاز جدا. وان شاء الله في نهايه الفيديو ده هعرفك بقى تشتري الموبايل ده ولا تشتري الريلمي سي 55. وزي ما قلت بقى اثناء المراجعه التفصيليه للسامسونج اي 24 هنتعرض لمقارنه بسيطه كده مع الريلمي سي 55، واللي من خلالها ان شاء الله هرشح لكم تشتروا اي موبايل في نهايه الفيديو. المهم بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. واول حاجه هنتكلم عنها وهي حاجه من الحاجات القويه جدا وتعتبر اهم عناصر قوه الموبايل ده، وهو سيستم الكاميرات اللي بيقدمه. الموبايل هنا نازل بطابور الكاميرات اللي جاي في ظهر الموبايل ده كاميرا رئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، بالاضافه لكاميرا معتاده مع كاميرا الترا وايد، بالاضافه كمان انه نازل بكاميرا اماميه دقتها 13 ميجا بكسل. زي ما قلت لك سيستم الكاميرات اللي بيقدمه الاي 24 هنا يعتبر من اهم عناصر قوه الموبايل، وبالتالي نتائج الصور اللي هتاخدها منه تعتبر حاجه فخمه جدا بصراحه. الصور زي ما انتم شايفين كده اللي طالعه من الكاميرا الرئيسيه تعتبر مليئه بالتفاصيل ومشبعه الالوان فيها بشكل كبير جدا. وكمان هنا حاجه من الحاجات اللي سامسونج بتعرف تعملها بشكل كبير جدا هو الحفاظ على الديناميك رينج، واللي يعتبر مظبوط بالشعره زي ما انتم شايفين كده. والنتائج ديت لما هنقارنها بالريلمي سي 55 زي ما انتم شايفين كده الكاميرتين بيطلعوا نتائج محترمه جدا، ولكن انا من وجهه نظري شايف بصراحه ان سامسونج اي 24 بيتفوق في التفاصيل وفي الديناميك رينج وفي تشبع الالوان عن الريلمي سي 55، وان كنت شايف في النهايه ان النتائج تعتبر ممتازه على الموبايلين. ما ننساش هنا ان الاي 24 جاي بكاميرا الترا وايد واللي التفاصيل فيها بتقل نسبيا، ولكن طبعا لا زالت هنا بتدي لوك ممتاز جدا كعاده سامسونج في الفئات ديت، هي اللي بتحافظ دايما على كاميرا الالترا وايد، ودي حاجه مش موجوده طبعا في الريلمي سي 55. نفس الكلام هنا بالنسبه للكاميرا الاماميه، النتائج اللي بتطلع منها تعتبر جميله جدا زي ما انتم شايفين كده، الصور كلها تفاصيل مشبعه بالالوان، بتحافظ على الديناميك رينج برضو في معظم الصور زي ما انتم شايفين كده. وحاجه برضو من الحاجات المميزه جدا اللي سامسونج بتعرف تعملها وان كانت برضو هنا شغاله عن طريق السوفت وير هو العزل اللي زي ما انتم شايفين كده شغال في معظم الظروف، والنتائج اللي بتطلع منه تعتبر حاجه ممتازه جدا بصراحه. الحاجه الثانيه القويه في الاي 24 هنا واللي تعتبر من اهم عناصر قوته برضو وهي المواصفات الداخليه وكذلك تجربه الاداء اللي هتاخدها لو حصل واشتريت الموبايل ده. الموبايل طبعا نازل بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99 بالاضافه ل 6 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا، وكمان هنا الموبايل نازل باندرويد 13 مع واجهه سامسونج الاخيره. معالج ممتاز زي ما شفنا يعتبر من افضل المعالجات اللي ممكن تاخدها بسعر $200 او في الفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل ديت، في وجود ال 6 جيجا رام والسوفت وير المميز جدا جدا بتاع وان يو اي اللي احنا معتادينه من موبايلات سامسونج. فبالتالي هتاخد تجربه اداء بالنسبه للاستخدامات العامه سواء في المهام اليوميه ومواقع التواصل الاجتماعي والحاجات اللي بالشكل ده كده، او في الالعاب تعتبر ممتازه الى حد كبير جدا. وده معناه ان كل تطبيقاتك اللي انت بتستخدمها في استخداماتك اليوميه، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تيك توك، اي حاجه من الحاجات اللي بالشكل ده كده، الموبايل هيعملها لك بشكل ممتاز جدا. وزي ما قلت السبب في كده طبعا خفه السوفت وير اللي بيقدمه سامسونج هنا على الموبايل واللي ممتاز جدا، وبالتالي هيفرق في اداء الموبايل بالنسبه لاستخداماتك اليوميه بكل حاجه بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه ودي هتكون مهمه عند قطاع كبير جدا منكم وهو استخدام الموبايل في الالعاب. موبايل زي ما قلنا جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99، وبالتالي هيديك امكانيه نقدر نقول عليها ان هي جيده الى حد كبير بالنسبه للاستخدام في الالعاب. بمعنى هتقدر تلعب عليه مثلا العاب زي بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9 والحاجات اللي بالشكل ده كده على جوده نقدر نقول عليها ان هي معقوله، او نقدر نقول عليها كمان ان هي جيده. في تجربتي للموبايل في الالعاب زي ما انتم شايفين كده كان شغال معايا بشكل كويس جدا، مش افضل تجربه العاب على الاطلاق يعني، ولكن نقدر نقول في النهايه ان انت هتاخد تجربه تقدر تقول عليها ان هي متزنه جدا بالنسبه للاستخدامات اليوميه، ونفس الكلام هنا بالنسبه للالعاب. ولما هنقارن السامسونج اي 24 بالريلمي سي 55 في نقطه الاداء تحديدا، اقدر اقول لك ان الموبايلين يعتبروا متشابهين الى حد كبير جدا بالنسبه لاستخدامهم في كل حاجه، واللي مساعد طبعا بشكل كبير جدا في الموبايلين هي وجود الريفريش ريت 90 هرتز على الموبايلين. وده بقى اللي هياخدنا للنقطه الثالثه واللي تعتبر من اهم عناصر قوه الموبايل برضه، وهي الشاشه اللي مقدمها السامسونج اي 24.
الموبايل هنا جاي بشاشه من نوعيه سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، وكمان زي ما قلنا بتدعم الريفريش ريت لحد 90 هرتز. طبعا شاشه من نوعيه سوبر اموليد على موبايل من سامسونج، فبالتالي اي شاشه هتقارنها بالموبايل ده في فئته السعريه فغالبا شاشه سامسونج هتتفوق عليها بشكل كبير جدا. وده اللي انا بصراحه خدته من تجربتي للموبايل في الفتره اللي فاتت ديت اثناء استخدامي للموبايل. مثلا بالنسبه لاستخدامه وتحت اشعه الشمس، التجربه بتاعته تعتبر رايقه وموزونه لحد كبير بصراحه، مش افضل حاجه يعني من ناحيه السطوع، ولكن اقدر اقول لك انها هتفي بالغرض معاك بشكل كبير جدا. ونفس الكلام هنا برضو بالنسبه للناس اللي بتحب تتفرج بقى على المحتوى. البانل بتاعه الموبايل هنا جايه من نوعيه سوبر اموليد، وبالتالي هتاخد تشبع للالوان الناس اللي بتحب تتفرج على المحتوى بشكل كبير جدا. واقدر اقول لك ان الشاشه ديت بالمقارنه بشاشه الريلمي سي 55 تعتبر هي الافضل بصراحه. ولو في نقطه معينه ممكن شاشه الريلمي سي 55 بتكون بتتفوق فيها هنا على شاشه السامسونج اي 24، هو شكل وتصميم الشاشه من قدام. ودي النقطه الجايه بقى اللي هتاخدنا للتصميم اللي بيقدمه السامسونج اي 24. الموبايل طبعا هنا لازال جاي الظهر والفريم بتاعه من البلاستيك، والنسخه اللي معايا ديت جايه باللون الاسود الداكن ده. والموبايل كمان بيتوفر بالوان جميله جدا بصراحه، ولكن للاسف انا ما لقيتش غير اللون الاسود دوت عشان اجيبه واعمل عنه المراجعه. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل بالشكل الترند الاخير بتاع سامسونج اللي شفناه على كل موبايلاتها العاليه والمتوسطه. كمان بيجي طابور الكاميرات في اعلى ظهر الموبايل كده من ناحيه الشمال. من اسفل عندك فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق اليو اس بي سي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى، ودي النقطه اللي انا قلت لكم، شاشه الريلمي سي 55 بتتفوق فيها عن شاشه السامسونج. هنا الموبايل للاسف جاي بالشكل التقليدي القديم جدا، ودي حاجه صعبه جدا من سامسونج اللي احنا لازلنا بنشوفها على موبايلاتها. بتيجي بحافه سفليه كبيره بصراحه، وكمان بتيجي من فوق بنوتش. فنقطه التصميم بصراحه بيتفوق فيها الريلمي سي 55 بكل اريحيه طبعا. النقطة اللي بعد كده بقى وهي عوامل الأمان اللي بيقدمها الموبايل. هنا طبعا عندك بصمة مدمجة على زرار الباور، في تجربتي لها شغالة بشكل كويس، ما تعتبرش أفضل حاجة بصراحة. وكمان الموبايل هنا نازل بشاشة سوبر أموليد، كانوا ممكن مثلا حطوا بصمة على الشاشة، ولكن أنا مش بفضل البصمات بتاعة سامسونج في الفئات السعرية دي بصراحة، ما بتكونش أفضل حاجة. البطارية بقى كمان من الحاجات المميزة جدا هنا على الموبايل، ولكن سرعة الشحن بتاعتها ما تعتبرش أفضل حاجة. عندك مثلا البطاريه هنا جايه بقوه 5000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع لحد 25 واط. طبعا الموبايل ما بيجيش براس شاحن في العلبه، ودي حاجه برضو لازم تحطها في اعتبارك وانت بتشتري الموبايل ده. ولكن بعيد عن نقطه الشحن ديت، اداء البطاريه يعتبر معقول جدا. انا استخدامي للموبايل بصراحه كان دايما متوسط الى فوق المتوسط، واقدر اقول لك ان في استخدامي للموبايل في الفتره اللي فاتت ديت طبقا لاستخدامي ليه، البطاريه من الحاجات المميزه جدا عليه بصراحه. النقطة ديت لما نقارنها بالريلمي سي 55، الموبايل الثاني جايب بشاحن قوته 33 واط تقريبا، والشاحن موجود في العلبة، فدي برضو حاجة من العناصر القوية اللي موجودة في الريلمي سي 55 ومش موجودة هنا على الموبايل. الخلاصة بقى، نشتري الموبايل دوت ولا لا، ولا نشتري الريلمي سي 55 اللي احنا طول المراجعة عمالين نحطه مع الموبايل ده في مقارنة؟ بصراحة الموبايل ده بيتميز عن الريلمي سي 55 في حاجات كتير جدا، اهمهم طبعا هنا الكاميرات. زي ما شفنا الهاردوير اللي بيقدمه الموبايل يعتبر ممتاز جدا بصراحة. الشاشه من عناصر قوه الموبايل. فاوفر اول لو انت من الفانز بتوع سامسونج فانت لازم تشتري الموبايل ده، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا، وانا انصحك بشرائه طبعا. اما لو انت مش فارق معاك المسميات يعني، وعايز تشتري موبايل يكون عملي ومميز جدا في الفئه السعريه دي، فانت لازم برضو زي ما قلت لك تحط الريلمي سي 55، وممكن ترجع تتفرج على المراجعه بتاعته عندي داخل القناه، لانه طبعا بيجي في نفس فئته السعريه او اقل شويه كمان. ولكن الثاني بيجي ب 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 256، ده لحد 128 جيجا بس. الحاجه الثاني بيجي معاه شاحن موجود في العلبه، دي حاجه لازم تحطها في اعتبارك، لانك هتضطر تشتري شاحن، ولو اشتريت الشاحن ال 25 واط هيرفع لك التكلفه بتاعه الموبايل. ففي النهايه الموبايلين ممتازين جدا، وانا حطيت الحاجات ديت في اعتبارك، والاختيار لازم يكون ليك في النهايه. وبس بقى كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.